منها أنه الحركات الطلابية ما كانت تهتم حتى الآن كثير بموضوع حقوق الإنسان، حتى ولو كان هم يعني وذكر الإخوة في التاريخ يعني لهم الحركة الطلابية لها تأثير كبير على مسار دول وعلى مسار تغيرات في العالم أجمع. رغم ذلك يعني ما دخلوا في معترك الذي يعنى به حقوق الإنسان. ولهذا السبب أيضا لا نجد داخل المنظومة التي تتعامل مع حقوق الإنسان إلا بعض الأشياء التي يعني دخلت نوعا ما مجددا، هي لا تتعلق بالطلبة مباشرة بل تتعلق يعني الحق على التعليم، بس هو حق عام مش مخصص بالطلبة. السؤال نحن أين نضع أنفسنا كطلبة داخل هذه المنظومة، وما هي الإضافات التي نحن ممكن أن نضيفها أيضا؟ يعني هل هو فقط يعني ندخل في المسار مع غيرنا، ولا يكون هناك تأثير من خلال وجودنا؟ هذا السؤال اللي لازم الواحد يعني يكون الواحد أعتقد شوي يكون في عندنا شوية ابتكار في الجواب عليه. ما هي الإضافة الذي يعني دخول الحركة الطلابية لحقل الحقوق الإنسان بالعموم الذي يعني يجب أن تكون، أو الذي علينا أن نعمل على أن تكون؟ أنا ما عندي جواب على هذا السؤال، بس يعني دائما لازم يسأل نفسه الواحد لما يدخل مجال، ما هي الإضافة الذي أنا سوف أضيفها إلى المجال هذا؟ يعني لأنه لو ما كانت إضافة يعني وجودي وعدم وجودي يعني سواء، ما في فهم. في هناك بعض الحقوق التي هي متداولة مثل حقوق التعليم كما ذكرت، حقوق حرية التعبير الذي هي مهمة بالنسبة للطالب، حقوق يعني أن يفكر الواحد بلا حدود، تجديد الأفكار، الإبداع، وأيضا التعامل مع الآخر باحترام. كل هذه أمور أعتقد هي ممكن الطلاب يتعاملوا معها ويدخلوا فيها ويكون لهم إضافات فيها. صحيح يعني نحن أيضا لازم نوازي بين أمران. الأمر هو الدفاع عن الحقوق اللي نحن كنا نتكلم عليها، قضية حرية التعبير بالأخير. يعني هي الطلبة لما إن كان في مصر أو في هونغ كونغ أو الآن يعني ما سمعناه ما يحصل في المكسيك للطلبة هناك، يعني هو قمع واضح. وبالعكس هو يفترض الحكومات والأنظمة هي تحافظ أو تحمي الطلبة، حتى لأنه هو بالأخير الطلبة هي من نوع من استثمار بالنسبة للدول، على أساس أنه هي يكون إضافة في نهوض وتطوير الدول وحتى المنظومة العالمية. فهي من ناحية دفاع عن حقوق، ومن ناحية إضافة أيضا الذي يجب أن نعمل عليها. لا نقتصر لما ندخل نحن في حق الحقوق الإنسان كحركات طلابية أن الآن نحن عندنا مطالب كذا مطالب كذا مطالب كذا. هذه مهمة، بس لا نقتصر على ذلك، بل الإضافات التي نحن نضيفها هي 1 2 3. وهذا لازم نفكر فيه مع بعض حتى فعلا يكون هناك تأثير إضافي وإيجابي للحركة الطلابية. وأقترح أيضا أنه يعني نحاول نصيغ بعض الأفكار التي سوف نناقشها اليوم
في بيان الذي كل المؤسسات الحاضرة يعني تنشرها، وأيضا نرفعها للمؤتمر، وحتى ممكن يعني نطبعها نوزعها على الناس اللي حاضرين، حتى يعني يحصل تفاعل ويتعرفوا على أنه والله حصل منشط للحركات الطلابية في المؤتمر. لأن طبعا نحن وجودنا نحن خارج الحقل المؤتمر ممكن يغيب النشاط شوي عن أنظر الأشخاص.